بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم الحاجه الحلوه دي الجميله. عندنا هنا كوبايه لبن بس، وعندنا معلقتين سكر، ومع ورشه فانيليا سايله بتخلي الطعم والريحه خطيره. وهنبدا نقلب ونسمي بسم الله. طبعا انا النهارده هعمل لكم طبعا احنا كلنا طالعين من العيد وعندنا شويه رقاق محتارين نعمل بيهم ايه. فانا النهارده فكرت في فكره ظريفه كده ان شاء الله هتعجبكم. هنا الاول الحشو، عندنا قطعتين بسبوسه وعندنا معلقتين جوز الهند. وهبدا هنا اقلب لحد السكر كله ما يدوب. فكنت بقول لكم ان عندي رقاق. طبعا كل الناس طالعه من العيد، كل سنه وانتم طيبين. فعندي كام رقاقتين كده مركونين مش عارفه اعمل بيهم ايه. فانا هعمل لكم النهارده حاجه حلوه وجميله وان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه هنسمي بسم الله، ندهن الصينيه اللي انا هعمل فيها الرقاق باي سمنه. وبعد كده هنبدأ طبعا انا قلبت هنا اللبن بالسكر. هنبدأ نغطس. طبعا اللبن ده دافي يا جماعة، مش سخن، دافي علشان ما يبوش معايا الرقاقة، تبقى يعني مبلولة بس مقرمشة في نفس الوقت. هبدأ ان انا هعمل لها كلها باللبن كده، ان انا هشرب الرقاقة كلها باللبن اللي فيه سكر وفيه فانيليا. من الوش ومن الظهر هغرقها كلها كده باللبن زي ما انتوا شايفين في الصورة. وبعد كده هبدأ ارصها في الصينية اللي مدهونة زبدة. وفي حاجات كمان يا جماعة انا هحطها وهتشوفوها دلوقتي. لازم تكملوا الفيديو كله علشان في تفصيلات لازم تشوفوها علشان الوصفة تنجح معاكم بإذن الله. طبعا كلنا زي ما قلت عندنا رقاق فاضل من العيد الكبير، فطبعا لازم نستغله علشان لو ركناه ممكن يبوظ، طعمه يتغير ويبوظ معانا وهيفضل يتكسر من هنا لهنا. فطبعا لازم نستغله في حاجة حلوة كده. انا قلت اعمل حلويات وهتعجبكم ان شاء الله، وهي اخف. طبعا انا حطيت هنا علشان بس انتوا ما تتوهوش مني، حطيت اول رقاقة ودهنتها بالسمنة. وبعد كده هبدأ احط رق تاني، وبعد كده هقول لكم تحطوا ايه. طبعا انا عندكم هنا قلت لكم ان في الحشوة هنا عندي بسبوسة. كان عندي بسبوسة انا عاملاها وفاض منها قطعتين، فقلت استغلها كحشوة وعاملة معاها جوز الهند. طبعا انت حابة اي مكسرات تانية او ولادك بيحبوا اي مكسرات تانية ممكن تحطيها. ممكن تحطوا زبيب، فول سوداني، وجوز الهند وتعملوه خليط مع بعضه وتبدأوا برضو تعملوه. انا هنا استغليت ان انا عندي بسبوسة فقلت احطها كحشوة ورشة جوز الهند كده خفيفة. وهحط معاكم اضافة تانية برضو علشان تعزز الطعم معايا. وطبعا الصينية دي يا جماعة تيجي تاكليها هتحس ان انتي بتاكلي حاجة كده اخف من الفطير واطعم من الجلاش، يعني حاجة كده بين الفطير وبين الجلاش. كده خلصت تاني راق وهدهنه برضو زي ما انتوا شايفين كده. وهحط رشة جوز الهند. هنا بحط رشة جوز الهند خفيفة، وبعد كده بحط رشة سكر بودرة علشان طبعا يعزز معايا الطعم لما اجي اكل كده. اهو رشة سكر بودرة خفيفة. يبقى انا دلوقتي بعمل الرقاقة. انا هخلص معاكم كل الكمية وارجع لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو. ده خلصت يا جماعة نص الصينية نفسها وباقي الحشوة. انا عملت ايه؟ انا هنا دلوقتي بهرس البسبوسة كده علشان ابدأ اوزعها في الصينية. انا حطيت اول راق ودهنته بالسمنة، وبعد كده بدأت ان انا ارش عليه رشة جوز الهند ورشة سكر بودرة. وبعد كده بدأت احط الراق اللي بعديه وهكذا وهكذا لحد ما تكملي نص الصينية. وبعد كده بنحط الحشوة المتاحة عندك. انا زي ما قلت لكم كان عندي بسبوسة ففركتها كده وبدأت ان انا اوزعها على الوش. وجوز الهند بدأت ان انا اوزعها بين كل راق وراق مع رشة السكر البودرة.
وبعد كده هبدأ احط باقي الرقات برضو التانية بنفس الطريقة، ان انا برضو هبل الرقاقة باللبن، وهكمل كل الصينية كده. انا خلصت كل الصينية يا جماعة. هبدأ طبعا زي ما اتفقنا ان لازما ان انا اقطعها وهي لسه نية، زي ما انتوا شايفين كده، وهي الصينية لسه نية. ببدأ اقطعها علشان بعد كده ما تتكسرش مني وانا بقطعها. هبدأ اقطعها كده السمك اللي انا عايزاه، المربع اللي انا عايزاه. وبعد كده هبدأ ان انا هدهن البتاع دي، الوش نفسه هدهنها فرشة سمنة او زبدة المتاح عندك، بس انا مش عايزة اكلفك فبقولك حط لها سمنة علشان تاخد اللون. وطبعا في اضافة تانية هنحطها في الاخر خالص، هقول لكم لما نيجي للمرحلة دي. انا قطعتها كلها اهوت يا جماعة الحجم اللي انا عايزاه، وهبدأ ان انا هدهنها بالسمنة كده من على الوش علشان تقرمش وتبقى تاخد لون الذهبي الجميل المقرمش، وبتبقى طرية من جوه ومقرمشة من بره، وطعمها روعة وريحتها اروع واروع. هحطها على درجة حرارة 180 لمدة ما بتاخدش ربع ساعة. اهي يا جماعة احمرت من تحت ومن فوق. اول ما تطلع معايا ببدأ اجيب نص كوباية لبن او كوباية لبن كاملة، وببدأ ان انا اسقسقها بيها كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هسيبها شوية لحد ما تشرب اللبن كله علشان تطرى معايا وتبقى طعمها طري وجميل كده. انا اهو رشيت فيها اللبن وهسيبها شوية، وهرجع بعد شوية هتشوفوها ان هي شربت كل اللبن ده وشكلها كأن ما خدتش اي لبن، بس ده اللبن ده بيساعد على طراوتها وبتبقى طرية من جوه ومقرمشة من بره كده يا جماعة. وبعد مرور 10 دقايق جيت اغرفها معاكم، واهي شكلها اهي كأن ما فيهاش اي حاجة، شربت اللبن بتاعها. وهبدأ اغرفها معاكم كده في طبق التقديم اهو يا جماعة. هي بسم الله ما شاء الله واخدة اللون الذهبي الجميل، وزي ما قلت ان هي طرية من جوه ومقرمشة من الوش، وان شاء الله هتعجبكم وتعجب اولادكم. وعايزة منكم لايك وشير ودعوة حلوة واشتراك في القناة اهو يا جماعة. ودينا استغلينا الحاجات اللي عندنا، كله من الحاجات موجودة في البيت، مش هنشتري اي حاجة من بره اهو. زي ما انتوا شايفين، شايفين بقى الحشوة من جوه عاملة ازاي، شايفين طار ازاي ومقرمش من بره وجميل وطعمه روعة. ولادي عجبوهم جدا جدا وقالوا لي يا ماما ده عامل زي الفطير وطعمه جميل وطعمه مسكر وحلو. شايفين من تحت عامل ازاي ذهبي وجميل وطعمه حلو اهو يا جماعة. جربوه. عايزة منكم دعوة حلوة اهو. احط حتة تانية عشان اوريكم الجمال والروعة. وزي ما قلت لكم غير مكلفة تماما، اقتصادية جدا جدا جدا، وحاجات كلها تحتبر في البيت، مفيش الا اللبن بس هو اللي هنجيبه. وزي ما قلت لكم اي مكسرات عندك متاحة هاتيها وحطيها. لو عندك شوية كنافة ولا حاجة حمصيها برضو واعمليها كحشوة. لو عندك كاستر، لو عندك اللي هي الحشوة بتاع القشطة الكدابة برضو ممكن تحطيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.